عارفين يا حضرات، أنا كان مستقبلي مبهر في كتابة الشعر. كنت بفوز في شبابي بكل جوائز الشعر اللي بشارك فيها. وايه بقى اللي خلاك اتجهت للسواقة يا ريس بلكونة وتركت الشعر؟ عشان أكتر قصيدة كتبتها وفازت بجوائز كان اسمها حافلة القدمين. عرفت بقى من وقتها إن مستقبلي في سواقة الحافلات. مساء الفل يا عم مغاوري. مساء الفل يا بلكونة. حافلة القدمين حلوة منك دي يا بلكونة، وماشية على الوزن والقافية. ايه يا عم مغاوري، ما تعرفش حاجة عن لمونة؟ انا مستغرب الفترة دي كلها، هو فين؟ ده أنا من كتر استغرابي فكرت أسأل عنه شات جي بي تي، وسألته فعلا وقال لي ليمونة في التلاجة يا باشا. ده مش اسمه ذكاء اصطناعي، ده اسمه قلش اصطناعي. ولما قلت له لا ده ليمونة بني آدم صاحبي، قال لي اسأل عنه تيجي. قالها بأسلوب غريب كده تيجي. بأسلوب غريب؟ ده كان ناقص يغمز لك بعينه وهو بيقولها. ما تصدقش يا عم مغاوري، ده كله كلام فاضي. كيف بس؟ انت ما سمعتش مقولة الزعيم ابو دراع ولا ايه؟ الذكاء الاصطناعي بقى رجلي ودراعي. بقى هو ابو دراع بقى. انا عندي بقى مقولة اهم. الذكاء الاصطناعي اللي انا عامله بدراعي وعجبي. دكتور عماد المشتت، انت اللي عامل كل ده، وانت اللي واخد الابحاث من عم عاطف الدقن ولا ايه؟ الموضوع اكبر من كده يا لمونة، الموضوع اكبر مما تتخيل. والله مش باين عليك ولا عليه خالص، ولا باين عليك ولا عليه انت كمان يعني، ولا يبان ابدا ان انتوا عندكم مواضيع كبيرة. بس بصراحة لا يا لمونة، الموضوع بخصوص نشأة جي بي تي في ال15. نشأت. ايه نشأت دي؟ انت لسه ما بتعرفش تهزر يا دكتور، ولا بتعرف تقلش كمان؟ اسمه تشات جي بي تي. يا عم ما تخنقناش بقى، انا عارف بقول ايه كويس ومش بهزر. اقدم لك نشأة جي بي تي.